تعالي بقى النهارده هقول لك رأيي بكل صراحة في مكنسة أوكا تركية بتسحب المية. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتضغطي لايك وتفعلي زر الجرس وتشاركي الفيديو مع الناس كلها عشان نستفاد. دي اول حاجه. انا ابتديت ان انا اغسل الانتريه عشان اجربها معاكم كده وانا بغسل الانتريه. غسلته كان فيه بقع كتيره، بس غسلته طبعا. بس انا كنت حذره خالص في ان ينزل ميه كتيره علشان انا كنت خايفه الصراحه يا جماعه. أنا معايا توأم وبيقعدوا كتير في الصاله في الانتريه، فكنت خايفه طبعا ابهدل الدنيا ومعرفش الم الدنيا خصوصا ان انا يعني كانت لازم تنشف قبل الصبح، لان هم بيصحوا طبعا الصبح بيبهدلوا الدنيا ويبقى عايزين لو انت طبعا لو غسلتي حاجه انتريه او ركنه وقعدت عليها هتلاقي ميه كتيره بتطبع في اللبس، يعني هتلاقي الهدوم اتبلبلت معاكي. لكن الحمد لله يعني ابتديت كده ارش ميه، وبرضه ما رشتش ميه كتيره يعني برضه. وابتديت ان انا استخدمها عشان اشوفها. هي كانت شفطت معايا كويس، بس عشان اقولك ان هي نشفت بنسبة 100%، هي ما نشفتش، هي شفطت المية تمام. شفطت المية الى حد ما بنسبة كويسة، يعني ممكن نقول بنسبة مثلا 60-70% شفطت المية من الانتريه، لكن ما نشفتش خالص، ما نشفتش خالص طبعا. مش زي ما بيقولوا لنا في الفيديوهات ان هي بقى ايه اللي مفيش زيها. لا تمام، هي كويسه كويسه الى حد ما بالنسبه لسعرها، فهي امكانياتها بالنسبه لسعرها يعني الى حد ما كويس. انا كنت بشفط طبعا الميه وجربتها، قلت اجربها كده معاك وانا بشفط الميه من الانتريه، كانت كويسه الى حد ما. دي القطعه بتاعه اللي هي الانتريه، بس هي طبعا البلاستيك بتاعها ضعيف شويه. فانتي حاولي كده وانتي بتستخدميها ما تتكيش عليها قوي، يعني عشان ممكن تتكسر منك. تاني حاجه بقى يا جماعه ان هي بحسها برضو ان هي مش مرنه شويه في ايه في التعامل، يعني تحسها كده ايه لو اتكيتي عليها كده ممكن تتكسر. يعني هي بتمشي معاكي بسهوله وكل حاجه، بس طبعا فكره ان هي يعني تحس ان هي كده ايه ممكن ما تتكسر معاكي، بتبقى خايفه عليها مش مرنه برضو، ما فيهاش حاجات اللي هي بتتحرك كتير كده، فتلاقيها شويه ايه صعبه شويه في التعامل، فهتحتاجي ان انت تكوني حذره وانت بتستخدميها. لكن هي برضو كويسة في الشخص إلى حد ما، بتشفط المية وبتسهل شوية عليكي لو انت مثلا مش فاضية، مش مستعجلة في ان انت تشفطي مية او حاجة. بتشفط المية من الأرضيات زي ما هوريكي دلوقتي. بس هل هي بتنشف ولا مش بتنشف هنشوف مع بعض في الفيديو النهاردة، وهوريكي الأجزاء بتاعتها وايه عيوبها. هي برضو إلى حد ما كويسة مش وحشة، بس فيها عيوب طبعا. بالنسبة لناس كتير ممكن تكون مش كويسة بالنسبة لعيوبها، وفي ناس بتتقبل العيوب، يعني أنا عن نفسي تقبلت عادي العيوب يعني اللي فيها. بس هي أنا اتصدمت طبعا لأن أنا كنت فاكرة زي ما بيقولوا لنا في الفيديوهات إن هي شيء فظيعة ومفيش زيها وما حصلتش، لكن اكتشفت حاجات تانية طبعا. دي كانت صدمة بالنسبة لي. هنا بقى كنت بكب ميه بقى اللي اتبقى من الانتريه وانا بغسله، وشطفت الميه كده وعملتها يعني كنت بدعك البلاط، وقلت بقى ايه مش هعمل احط ميه كتير احسن تكون مصيبه كده وايه وما تشفطش معايا الميه وانا اتسوح بقى، لان أنا طبعا انت عارفه انا عندي 3 عيال صغيرين لسه قد ورا بعض. بس هي شفطت بس ما اتشفتش، اضطريت طبعا ان انا كده كده هجيب تجيبي الكرتوبه وتنشفي تمام. فبنشتكي برضو كالعادة، برضو مش فكرة مش هشوفها خالص، لا هتستخدميها. وهنا ايه كانت بجرب تنشر مية تنشر وشربتهم، بس هي برضه ما نشفتش، ما نشفتش كويس، يعني هي مش بتنشف يا جماعة زي ما بيقولنا في الفيديوهات، لا هي بتسحب المية بس. وده كانت اتملت مية كده، ورحت بقى اكب المية، وزي ما انت شايفة هي ساعتها ما تاخدش، بيقولك 20 لتر، هي ما بتستحق يعني ما بتكملش ال 20 لتر ديت، لان هي بتوصل المية لحد معين لحد الموتور فبتفصل في الموتور قريب. دي سفنجة بقى فوق الموتور كده عشان لو المية ما توصلش الموتور، اول ما بتحس ان هي خلاص قربت توصل الموتور بتفصل لوحدها المكنسة. ودي 3 اجزاء بيتركبوا ببعض، ودي الجزء بتاع المفروشات، ودي بتاع طبعا الاماكن الضيقة، وده بتاع السجاد، غسيل السجاد او الكنس يعني. تمام.
المكنسة يا جماعة دي كيس، الكيس ده بيتحط لما بتكوني عايزة تكنسي تراب، تمام، بتحشيه لما بتشفطي ميه. ما ينفعش وانت بتشفطي ميه تكوني حطاه، لان هيدخل الميه في هيتبل، لو سبتيه ممكن يعفن بالميه وكده، تمام. ده كانت ده حجمها اللي بتوصل لحد بس العلامة اللي هي المكورة دي وتفصل، يعني لو زادت عن المكورة دي بتفصل على طول، فهي ما بتشيلش كمية كبيرة يعني من المية زي ما هم برضو كانوا قايلين لنا. زي ما بيقولوا هنا الكيس ده بيتركب في الحتة دي كده، كل سوسته بيتقفل منه. هي حلوه في كده برضو، غير المكنسه التانية بتاعت بانوسيلك وكده، وبتتركب كده بكل سهوله طبعا. هي مشكلتها برضو ان هي مش سلسه، والسلك بتاعها طول الى حد ما، بس ما فيش مكان بيسحب، يعني انت في مكان كده تدوسي على زرار تسحب لك البتاع، لكن ده لازم تقعدي تلفي بقى ومش عارفه ايه. برضو انا ما حبيتش الحته دي فيها، لانها بتكعبلني كتير، ببقى مستعجله عايزه اخلص، لازم اقعد الف بقى، بتاخد مني بتاع 5 دقايق وانا بلف، فانا بحب يعني اخلص بسرعه. وده كان مكان البلاور، كنت حوشت الحته دي، هو ليه سداده كده، بتحطي المكنسه من ورا ايه بتشتغل كبلاور. بس المشكله بقى ما فيهاش سداده من قدام، يعني ما عرفتش استخدم دي كسداده من قدام، لان هي تلاقيها ايه وده كانت نهايه الفيديو.